الأول خلينا نفهم مع بعض يعني إيه MCP. MCP اختصار إلى موديل كونتكست بروتوكول، وده بروتوكول يعني طريقة متفق عليها عشان نعمل حاجة معينة. طب إيه هي الحاجة دي؟ إن إحنا عايزين نخلي الذكاء الاصطناعي يستخدم أدوات معينة بدالك، يعني يقدر يشتغل كموظف عندك أو كايجنت. يعني خلينا نديك مثال، مثلا افترض أنت عملت API لشركة، والشركة مثلا عايزة تطلع تقارير بسهولة، يعني مثلا أكتب في AI طلع لي مبيعات شهر 11. أوكي، فأنت هتكتب MCP سيرفر، تمام، يعني تول بسيطة هتخلي ال AI agent بتاعك يعرف إزاي يجيب المعلومات دي من ال API. طبعا هو ال MCP مش معمول عشان خاطر التواصل مع ال API بالطريقة دي، بس عامة دي إيه حاجة ممكنة برضه، مش حاجة مستحيلة. وبرضه مثال تاني، مثلا لو حد استخدم كودكس بتاع شات جي بي تي، فهيعرف أو هيلاقيه إن هو بيعمل أوامر على جيت هاب. طب هو عرف يعملها إزاي؟ عرف إزاي يستخدم جيت هاب عن طريق إن الجيت هاب عاملة جيت ام سي بي سيرفر. دي كل الفكرة. طيب الأنجولار قدم لنا إيه بخصوص الام سي بي سيرفر؟ الأنجولار عمل لنا انجولار ام سي بي سيرفر. ايوه، يعني عشان ايه؟ عشان تخلي الاي اي ايجنت بتاعك لما تديله امر يعمل لك حاجه في الكود بتاعك او في المشروع بتاعك، يستخدم الانجولار بيست براكتسز، يعني افضل ممارسات الانجولار. ومش بس كده، يقدر يستخدم احدث حاجه او يعني احدث دوكيمنت طبقا للفيرجن او الاصدار بتاع المشروع بتاعك. طيب عظيم جدا جدا. احنا دلوقتي عايزين نعرف ازاي نشغل الانجولار ام سي بي سيرفر عندنا. اي اي ايجنت عامه بتستخدمه بيبقى عنده ام سي بي سيرفر كونفيجريشن، يعني لازم يبقى في عنده طريقه تضيف عليها ام سي بي سيرفر. طيب